في داعية موجود بألمانيا. الداعية هذا بيعمل دائما حملات تبرع، يعني كتير قلبه طيب. لو تشوفوا شو قلبه طيب، يعني عامل 19 حملة تبرع، ما شاء الله سبحان ربي الأعلى، الله يزيده يا رب. بس طلع قاعد بياخد كل هاي الفلوس لإله بيشتري رولكسات وسيارات. هذا اللي قاعد بيعمله. ومسك بألمانيا لأنه مسكوه إنه بده يروح يهرب لدولة عربية، فعشان هيك مسكوه بألمانيا، وممكن هلأ ينسجن، ينحكم عليه 10 سنوات. هلأ طبعا ممسوك، أخذوا منه تليفوناته، أخذوا منه كل إشي، ونزل هذا الخبر حتى على العربية. فالخبر هذا مؤكد، مش إشاعات، مش واحد طالع يحكي الخبر زي أنا، لا، العربية بنفسهم قناة أخبارية متأكدين من هذا الخبر 100%، طلعت ونزلت هذا الفيديو. هذا هو جمع تبرعات بنحو 400 ألف دولار، يعني عم بجمع كتير، فاهمين كيف؟ وصرفها على رفاهية. انا فتت عنده الانستغرام، بعد شوي حورجيكم الانستغرام تاعه، بيروح على دبي مزبط وضعه، فاهمين كيف؟ مبسوط كتير. المهم هذا هو دهران اسمه، عمره 33 سنة، واسمه على السوشيال ميديا عبد الحميد. ليش اسمه عبد الحميد بالسوشيال ميديا وبالحقيقة دهران؟ فاهمين كيف؟ في إشي مشكوك بأمره كتير. هل لأنه هو بده يهرب بعدين وخلاص يغير كل الهوية تاعته وخلاص هذا الاسم اللي بالسوشيال ميديا يضله بالسوشيال ميديا؟ فاهمين كيف؟ بيتابعوا أكثر من 200 ألف شخص بالإنستغرام، وهلأ بيواجه عقوبة اللي هي 10 سنوات بعد دعوته لجمع تبرعات لأعمال خيرية وتبرعات للحجاج، يعني كمان تبرعات لحجاج، لأطفال، لكتير أشياء يعني بيعملها بالحساب بالإنستغرام. أتوقع هو عمل أول حملة لأنه جد كان بده يتبرع، هذا أنا الاعتقاد تاعي، يعني هذا التحليل تاعي. عمل أول حملة على أساس جد هو بده يتبرع، جد بده يعطي هاي الفلوس مثلا للحجاج ولا الأطفال، بس شاف إنه إجا مبلغ كبير، مثلا إجا 40 ألف دولار، وأول مرة بحياته بيجي هذا المبلغ. بعدين حكى شو بدي بالأعمال الخيرية، خليني أعيش حياتي. فاهمين كيف؟ حكى هاي فرصة لإلي إني أنا أضبط حياتي وأعيش بهاي الفلوس هاي ممكن تعيشني للأبد، مو بس من هاي الحملة، ليش ما أعمل كمان حملات؟ وهذا اللي عمله، عمل كتير حملات بعد هاي الحملة اللي عملها ونجح فيها وجاب كتير فلوس. حكى خليني أسوي كمان حملات وأجمع تبرعات للحجاج وللأطفال وللناس المحتاجة. وبعدين حسب حاله انه هو من الناس المحتاجة. يا اخي انا كمان محتاج، فاهمين كيف؟ انا عم بجمع تبرعات للناس المحتاجة، فهذا معناه انه بقدر اخذ لاني انا محتاج. اخذها هيك بهذا المنطق. بس ليش مسمي حاله من البداية عبد الحميد؟ بالسوشيال ميديا هيك اسمه عبد الحميد، بس بالحقيقة اسمه دهران. هل لأنه هو مخطط على هذا الاشي من البداية؟ يعني دخل السوشيال ميديا بهاي الخطة، داخل السوشيال ميديا حاكي انه انا بدي اعمل حالي شيخ، بدي اعمل حالي داعية، واسمي حيكون بالسوشيال ميديا اللي هو عبد الحميد، وبعدين بس اهرب بكل الفلوس اللي جمعتها بتكون شخصيتي الحقيقية يعني مش بخطر، بقدر اروح وين ما كان، ولو دوروا علي باسمي تاع السوشيال ميديا اللي هو عبد الحميد ما راح يلاقوني، لانه انا اسمي مش عبد الحميد. فممكن هاي خطة كبيرة هو عاملها ليقوم لاحقا باخذ التبرعات لصالحه، يعني اخذهم كلهم لإله وصرفها على رفاهية. بدي افوت لكم الانستغرام حتشوفوا الانستغرام اشي بصدم كمان. ليش بالانستغرام اشي بصدم؟ لانه قاعد بنتقد ناس. الشرطة الألمانية أعلنت توقيف المتهم، يعني لأنه هو هناك بألمانيا، وأخذوا هواتفه وأخذوا كل إشي وأجهزة الكمبيوتر وساعات رولكس، يعني مزبط وضعه كمان، مو أي ساعة بيلبس، لا، مش يعني الساعات الرخيصة، لا، ساعات رولكس و20 ألف يورو لاقوا معه كمان كاش، وسيارته مرسيدس مزبط الوضع كمان. عبد الحميد جمع تبرعات 19 مرة لأغراض خيرية، بما في ذلك لأطفال محتاجين، وكانت هناك مئات التحويلات بعد كل مكالمة، وتم جمع نحو 400 ألف دولار، واحتجزوه بدعوة خطر احتمال فرار، انه على اساس انه ما يهرب، ما يطلع يروح من هون لهون، لا خليك عنا احسن. المشكله انه هو كمان لاعب الدور، فاهمين كيف؟ مطول لحيته، والانستغرام تاعه كمان اشي بصدم، لانه بالانستغرام انا اللي فهمته انه هو بينتقد الناس اللي بيعملوا اشياء غلط. يعني انا ما بفهم اللغه اللي هو بيحكي فيها، هو بيحكي الماني. اكتبوا لي بالتعليقات انتم لو حدا بيفهم الماني، لو حدا بيعرف وراح حضر فيديوهاته قبل، شو بيحكي بهاي الفيديوهات. Bis Allah mich liebt, inshallah. Ich geh den Weg von Straight Path. Mein Leben ist Straight Path. Mein Label ist Straight Path. Ignorieren wir die Person, wir konzentrieren uns nur auf den Sinn dahinter. ما بفهم شو قاعد بيحكي، بس اتوقع قاعد بينتقد، يا اما بيحكي انه جزاك الله خيرا على اللي قاعده بتسويه، اشي من هدول. في كتير فيديوهات زي هيك بغبش على صانع المحتوى اللي قاعد
بيحكي عنه. فعشان هيك أنا متوقع إنه انتقاد، لأنه عم بغبش على الصورة، فما بده الناس زي كأنه يروحوا يهجموا على هذا صانع المحتوى. زي هيك الفيديوهات تاعته مش ضروري نحن نحضر هلأ كل الفيديوهات. وهو كمان يعني رابر، هو بيغني راب كمان، يعني داعية مغني راب. تعالوا ادخلوا الإسلام، تعالوا ادخلوا الإسلام، جمعوا تبرعات للفقراء، جمعوا تبرعات للفقراء وابعتوا هاي الفلوس، وبالاخر الفلوس هاي انا بروح بشتري فيها رولكس وسيارات وبسافر على دبي. هون لما سافر على دبي، هاي مدينة بدبي اسمها حتى، يعني هي تابعة لدبي طبعا، مش بدبي، بعيدة عن دبي تقريبا ساعة، ساعة وربع. راح هناك على حتى، فيعني عم بيروح كمان ينبسط كان بهاي الفلوس. ما راحوا الفلوس على ولا إشي، يعني اللي تبرع حاب يعني احكي لكم على الاقل طلع على حتى راح على دبي، فاهمين كيف؟ ركب الكاياك، قاعد بيستخدم الكاياك ومن هالقصص، فيعني انبسط على الاقل بهاي الفلوس. اشترى رولكس، الصراحه الرولكس انا بشوفها كلام فاضي، بس اشترى رولكس يعني كمان، فانه خلص زبط وضعه بهاي الفلوس. فما تتضايقوا على هذا الشيء، لا تزعلوا، فلوسكم راحت لحدا محتاج، هو شايف حاله كمحتاج، شو مالكم؟ خلص لا تثقوا بأي حدا بالسوشيال ميديا، لا تثقوا بأي حدا بالبثوث كمان، هدول اللي بيقعدوا يحكوا احنا محتاجين. لأنه احنا قبل مرة كمان شفنا حالات يلي هي من العصابات، بيكون واحد مثلا كبير بالسن طالع بالبث بالتيك توك، انا محتاج يا الله، انا بدي فلوس، محتاج كتير فلوس، بالاخر بيطلع من عصابه، بالاخر بيطلع واحد اصلا عاطيه التليفون وحكي له افتح بث واعمل حالك انك انت محتاج، انت مسكين، عشان الناس يشفقوا عليك ويبعتوا لك الفلوس. بالاخر هذا الحجي يلي طالع بث يتمسكن، ما بياخد إشي، بياخد هيك نتفه، بيعطوه بس اكل مثلا وإشي يشربه، وهم العصابه بياخذوا كل هاي الفلوس. فلا تثق باي حدا بالسوشيال ميديا. نفس الشيء هدول اللي بيجمعوا تبرعات وهيك، لا تثق باي حدا. مش واحد يطلع هيك من جديد صار له سنه على اساس انه هو داعيه تروح انت تعطيه فلوس. لا هذا بيعطي تبرعات اكيد. في ناس كمان هلا قاعدين بيستغلوا المواقف اللي قاعده بتصير ان كان بلبنان او غزه، ابعتوا لنا فلوس واحنا حنساعد الناس اللي هناك. شفنا كمان هيك حالات احنا قبل سويت عليهم ردة فعل، بياخذوا هاي الفلوس وبالاخر بتبرعوا بمبلغ بسيط منها عشان بس يصوروا الفيديو يورجوا كيف انه احنا جد قاعدين بنعطي الناس. بس المبلغ الكبير اللي عم بيجيهم، مثلا هم بيكون وصلهم خلينا نحكي $10,000، بيعطوا للناس $4 $4 والباقي لهم. فاهمين كيف؟ هيك خلص هو ضميره بيكون مرتاح، انا هيك تبرعت وانا كمان يعتبر محتاج، فعشان هيك الباقي راح اخذه لإلي. فلا تثق باي حدا. نفس الشيء هلا بلبنان زي ما انتم شايفين شو قاعد بيصير، الله يفرج عليهم اللي بلبنان واللي بغزه. اللي بيصير بغزه يا اخي هلا مش طبيعي، يعني حتى ما تركوا اللي موجودين بالخيم، الله لا يوفقهم. اذا هلا شو بدنا فيهم؟ خلينا نحكي على اللي بيستغلوا. في منهم بيصيروا بيحكوا ابعتوا لنا احنا فلوس، احنا حمله خيريه، احنا راح نساعد الناس بهاي الفلوس وراح نشتري لهم اشياء وراح نحاول نأجر بيوت للناس ونعطي للمحتاجين. بالاخر بياخذوا هاي الفلوس لهم. فلا تثق باي حدا. ابعت فلوس، بس ابعت فلوس لحد موثوق، مش لاي حدا، مش هيك لاي واحد بالسوشيال ميديا طالع يحكي انه انا بتبرع للناس، تروح انت على السريع تبعت له فلوس. بس قبل ما ننهي الفيديو بدي اورجيكم فيديو لجو بايدن. شفت فيديو لجو بايدن، دامنا فتحنا احنا سيره هدول الله ياخذهم، في فيديو لجو بايدن قاعدين بيسالوا سؤال، شو بده يعمل نتنياهو مع الايرانيه؟ هل حيرد عليهم؟ وشوفوا جو بايدن شو رد. What did Prime Minister Netanyahu tell you about his plans relating to retaliation? He's coming over to help with a storm. اللهم صل على محمد. اسمعوا، هذا الإنسان عن جد أكثر إنسان ما له داعي بأي رئاسة بالعالم. يعني لو حطوا قشرة موزة تحكم قسما بالله لا تعمل أحسن منه. شوفوا شو حكى، شوفوا شو رد. بيسألوه شو بده يعمل نتنياهو مع الإيرانية، متى بده يرد عليهم؟ بيحكي لهم جاي هو نتنياهو يساعدنا بالإعصار. إعصار مين؟ هذا مش موجود. أنت إعصار قاعد بيصير بمخك يا جو بايدن. اطلع من الحكم بسرعة، بركة حدا اللي عمل إشي مع هدول المساكين اللي قاعد بيصير فيهم كل هاي الأشياء الجرائم. وبس والله هذا هو الفيديو لليوم. ادعوا لأخواننا بلبنان وإخواننا بغزة، الله يفرج عليهم والله ينصرهم بأقرب وقت، ونشوفكم على خير. فأمان الله.